السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا بيكم في فيديو جديد وجزء جديد من مهرجان الرعب. النهارده معانا فيلم تمرد على كل عادات وتقاليد افلام الرعب وقرر ان هو يقدم ستايل خاص ليه وبصمه تكون مختلفه عن اي فيلم رعب تاني، فيلم ات فولز. فتابعوا معايا الفيديو، ما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك وشير وتاكدوا ان انتم مشتركين في القناه ومفعلين الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدا. بتدور أحداث الفيلم عن فتاة شابة تصاب بلعنة تنتقل لها من أحد الأشخاص ويصبح عليها الهروب من الكيان الذي يتتبعها. نتكلم عن جزئية القصة والسيناريو. الفيلم هنا قدم ستايل خاص بيه وستايل مختلف عن أي فيلم رعب تاني، يعني سواء هتحبه أو لا، هتتفق معاه أو هتختلف معاه، لكن هتلاحظ بالتأكيد إن هو فيلم رعب مختلف. بداية من الكيان الشرير اللي موجود معانا وطريقة انتقاله الغريبة جدا، واللي انا مش هقدر اقولها في الفيديو للأسف. لعنة بتحصل بتنتقل من شخص لآخر علشان يلاقي ان في كيان بيتتبعه. الكيان ده ملوش شكل معين، بيظهر كل مرة بشكل مختلف. ممكن يبقى شخص قريب للشخص المصاب باللعنة ده، ممكن يبقى واحد ما يعرفوش اساسا. حتى طبيعة تصرفات الكيان اصلا هو مش بيجري، هو ما بيعملش حاجة غير ان هو ماشي. بيتم تقديمه لينا ان هو بيمشي بطيء جدا ولكنه مش غبي. الحقيقة التقديم كان مختلف جدا لشخصية تكون شريرة، كيان شرير غريب أول مرة نشوف بالشكل ده يمكن حتى فتح المجال بعد كده لحاجات استعملت نفس الموضوع ده بطريقة أوسع شوية زي فيلم سمايل مثلا. من الحاجات برضو المختلفة اللي قدمها الفيلم هو إن الكيان ده ملوش طريقة للتعامل معاه، فيش طريقة للتغلب عليه. هنا الكيان مش بيتقدم لنا وبيتم إن هما بيبحثوا بقى وراه ويعرفوا أصله ويعرفوا طريقة للتغلب عليه بيها، والكلام ده مش موجود عندنا إطلاقا في الفيلم. هنا اي شرح للكيان الشرير اللي موجود معانا او اي طريقة للتغلب عليه او اي طريقة للهروب منه كانت عبارة عن اجتهادات شخصية فقط لا غير من الشخصيات البطلة اللي موجودة معانا في الفيلم. هم عملوا تصرفات كانت بالنسبة لهم اللي هو يا عالم يا هتصيب يا هتخيب، هم ما يعرفوش النتيجة، ما يعرفوش طريقة للتعامل معاه او ايقافه. كل اللي حصل كان عبارة عن محاولات منهم بس. فالفيلم هنا بيعتمد على ان هو بيقدم لك كيان مظلم وبيعمل لك حالة من الغموض حواليه. مش بقى هنقدم لك كيان وبعد كده نعرف ده ايه ونعرف طريقة التغلب وازاي ان احنا نتفوق عليه، لا لا خالص. هو الموضوع عبارة عن ان احنا معانا كيان مظلم مفيش اي معلومة معروفة عنه، الناس بتحاول تهرب منه وبس. فلو هتيجي للحق اكيد برضو الموضوع بالنسبة لنا احنا كمشاهدين احنا كنا عايزين توضيحات، لان احنا الفيلم خلص وفيه يعني مش هقولك علامات استفهام، هو مفيش اجابات اساسا. هو الموضوع كله بالنسبة لنا علامات استفهام، احنا مش عارفين يعني ايه الكيان ده وايه طريقة الانتقال الغريبة بتاعته دي والطبيعة الغريبة بتاعته. فعلامات استفهام كتيرة موجودة عندنا. فبرضو اللي هو لو جيت قلت لي الفيلم على فكرة وحش وانا ما فهمتش منه حاجة، انا مش هقدر اقول لك حاجة. ما هو انت معاك حق فعلا، ما هو انت الفيلم مش بيوضح حاجة، لكن في نفس الوقت هو قادر ان هو يديلك الفكرة بتاعته بصنعة متقنة. موضوع بقى ان هو هيعجبك او لا دي هتبقى حاجة واقفة على مدى تقبلك انت للفكرة اللي هو بيقدمها ومدى تقبلك للستايل الغريب اللي هو بيعمله. لو انت قدرت ان انت تتقبل الستايل الغريب اللي هو بيعمله فاكيد الفيلم هيعجبك او هتحترم الشيء يعني الفريد من نوعه اللي هو بيقدمه. اما لو انت بتبحث عن التفاصيل ولازم انت تبقى فاهم كل حاجة فبالتأكيد الفيلم مش هيعجبك وهتحس ان هو فيلم فاضي. وفي العموم اصلا المفروض ان الفيلم ليه جزء تاني، والمفروض ان هو كان تم الاعلان عنه اصلا من سنتين ان هم هيعملوا يعني بدأوا المراحل الانتاجية ليه، ولكن لغاية دلوقتي ما فيش اي حاجة رسمية عن الفيلم. مش عارفين المشروع ده مكمل اصلا ولا لا. نتكلم دلوقتي عن الاخراج. كاتب ومخرج الفيلم هو ديفيد روبرت ميتشل، اللي استوحى الفكرة دي في البداية من كابوس كان بيحلم بيه، وعبارة عن ان هو بيجري وفي حيوان غريب بيجري وراه. من هنا جت اساس الفكرة بتاعت الفيلم بالنسبة له، قدر ان هو يطورها لغاية الصورة اللي وصلت لنا في النهاية. والاخراج هنا بالنسبة لي كان 10/10. الاخراج قدر ان هو يطرح الفكرة الغريبة بتاعته بستايل مميز جدا وبطريقة غريبة ومختلفة عن اي فيلم رعب تاني كان سابق او حتى فيلم رعب تاني في الوقت اللي احنا موجودين فيه. يعني الفيلم بالنسبة لي حاليا هو سابق عصره. والاجمل في الموضوع ان الفيلم ده معمول بميزانية بسيطة جدا ب1,000,000 دولار او تقريبا ب1,300,000، يعني حاجة اللي هو ايه، حاجة لا تذكر بالنسبة انت بتعمل فيلم يعني. لكن مع ذلك
انت مش هتحس ان هو فيلم لو بادجت، مش هتحس ان هو فيلم معمول بميزانية بسيطة خالص. لا، انت هتلاقي ان كل حاجة متوظفة صح. اصلا هتلاحظ ان الاخراج ليه لمسات ابداعية موجودة رهيبة، ليه افكار حلوة جدا قدر ان هو يطرحها في النص، وليه برضو افكار مش حلوة وافكار هتلاقي ان هي يعني انت مختلف معاها برضو كانت موجودة. وليه كمان حاجات اللي هو ايه، يعني في حاجات بتتزرع كده في بداية الفيلم، اللي هو يزرع لك فكرة ويجي يطرح الناتج بتاعها في اخر الفيلم. وكمان الموسيقى التصويريه اللي كانت حلوه وزودت من حاله القلق والتوتر. عموما الاخراج بالنسبه لي كان رائع، رائع في ان هو قدر يقدم شيء فريد من نوعه، ولكن زي ما قلت لك ان في علامات استفهام ياما كتير، احنا برضو في الاول وفي الاخر مش عارفين احنا بنتعامل مع ايه. اما بالنسبه للاداء التمثيلي فمايكا مونرو عملت اداء تمثيلي كان كويس جدا، وده طبعا يعني باين على مسيرتها الفنيه لغايه دلوقتي عامله ازاي، ان هي مسيرتها الفنيه تقريبا يعني ايه 90% منها كانت افلام رعب، افلام اللي هو هي دايما بتهرب من حاجه، لازم بتهرب من حاجه وحاجه وراها عايزه تقتلها، شخص، كيان، حد احنا مش عارفين هو مين. فالاداء التمثيلي عموما هنا يعني هو كان كويس، مش في افضل احواله برضه، نظرا لان الفيلم من بطوله مجموعه من المراهقين فما كانوش في افضل احوالهم التمثيليه، لكن عموما هو ما فيهوش مشاكل. يعني فيلم ايت فولوز هو واحد من الافلام اللي قدر ان هو يتمرد على قواعد افلام الرعب المعروفه اللي جميع افلام الرعب بتمشي عليها، وقدر ان هو يقدم قصته بستايل خاص بيه تماما، وليه بصمة مختلفة عن اي فيلم رعب تاني انت ممكن تشوفه. لكن ده طبعا نتج عنه شوية علامات استفهام فضلت موجودة عندنا، واسئلة فضلت بدون اجابات، فمدى تقبلك بقى انت للفكرة هو اللي هيحدد بالنسبة لك الفيلم ده حلو ولا لا. وبس كده اعزائي المشاهدين، كن خلص فيديو النهارده. ما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك وشير، وتاكدوا ان انتم مشتركين في القناة ومفعلين الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم تاني في فيديوهات جاية كتير ان شاء الله. سلام عليكم.